سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم مره اخرى في القناه، مرحبا بالناس الجداد كاملين اللي كيلتحقوا بيا. اذا كنتي اول مره كتشوفيني انا شيماء، ما ترديش انك تشاركي معايا وتفعلي الجرس الصغير اللي حدا زر الاشتراك باش هكذا توصلي بجديد فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد والفيديو اكثر طلبا في القناه، فيديوهات روتينات وتنظيم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تخلي لي واحد اللايك والتعاليق ديالكم الغزالات. وهذا الفيديو غادي يكون بالاشتراك مع صديقتي حياة سهلة مع ميمي، قناة متنوعة. تنساوش انكم تمشيو تشاركوا معها وتقولوا لها حنا جينا من عند قناة عالم شيماء. غادي نخليكم مع واحد الفيديو ديالها باش غتعرفكم على راسها. سلام البنات، مرحبا بيا معكم في قناة عالم شيماء. أنا ميمي من قناة سهل الحياة مع ميمي. كيف كتشوفوا قناتي فيها فيديوهات متنوعة، فلوقات، وصفات، روتينات ومشتريات، جولات داخل البيت وفي محلات مختلفة، معلومات ونصائح وسفريات. دخلوا اكتشفوها بأنفسكم ونتمنى تعجبكم إن شاء الله وتكونوا من عائلتي. والفيديو المشترك بيني وبين شيماء روتين فيه كل نشاط وحيوية. شوفوه وقولوا لي رأيكم في التعليق إن شاء الله، ونتمنى أن القناة تعجبكم ونقول لكم هنا سلامة. صباح الخير عليكم، انا رجعت لكم الغزالات ديالي من جديد. كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ كاين عندكم شي برد؟ حنا البنات عندنا السمد البرد. اليوم فقط فطرت فطور عادي البنات، ماشي شي فطور سبيسيال، عادي في رغيفات واتاي، يعني بحال اللي كنفطروا دائما في الديور ديالنا. وصافي جمعت شويه الدار وغادي ندخلوا للكوزينه مع بعضياتنا. اليوم غادي نحضر هاد اللحم في الكوكوط، وغادي ندير معاه مقبلات وشي سلطه خفيفه. المهم نتوما معايا نهار كامل غدوزوه ان شاء الله معايا. هنا عندي هاد اللحم ديال الملج، غادي نطيبو في الكوكوط. درت انا الكميه بكثر حيت الصراحه حنايا دابا 4 بينا غادي نتغداو. الا كنتم غير قلال ولا كثار، المهم تزيدوا الكميه على حسب نتوما الافراد الاسره ديالكم. هنا معلقه السمن، سكينجبير ما غنستعملوش، غير التحميره والخرقوم والابزار والقزبور يابس. سكينجبير ما كنديروش في هذه الوصفه. القزبور يابس كيعطي واحد المذاق غزال البنات. اذا ما عندكمش بلا ما ديروه، ماشي ضروري. المهم خليكم معايا، غندوزو نشرملو هاد اللحيمه ديالنا. في هاد الاناء عملت معلقه كبيره السمن الحار، وغادي نضيف له التوابل. غنضيف معلقه كبيره التحميره اولا البابريكا. هاد ضروري تكثروا من التحميره في هاد الشرموله، هادي كتجي مزيونه هي والكمون في هاد اللحم هذا. غندير راس معلقه صغيره ديال الابزار، ما تكثروش يا البنات الابزار، انا راه ولد لي شويه ديال الابزار بكثره، غادي نحاول نقص. وغادي ندير نصف معلقه صغيره من القزبور اليابس. هاد القزبور كيعطي واحد المذاق غزال البنات لهاد هاد الطريقه هاد ديال اللحم. غندير معلقه صغيره ديال الملحه، ما تكثروش الملحه يعني على حسب الذوق ديالكم، ولكن حاولوا دائما ما تكثروش الملحه حيت السمن راه حار. وغندير 2 معالق صغار ديال الكمون، 2 معالق اللي كيكونوا عامرين ديال الكمون. الكمون كيجي صراحه بنين بهاد الوصف في هاد الوصفه هادي. هاد الشرموله ضروري هاد اللحم كيبغي الكمون والتحميره والقزبور يابس. اذا ما توجدش عندكم القزبور يابس صافي ما تعملوش، ماشي من الضروري، ولكن هو صراحه كيعطي واحد المذاق غزال هاد الشرموله هادي. غادي ندير غير شويه د الماء، ماشي بزاف، غير فاش نخلط هاد التوابل هادو. اما هاد اللحم راه كيطيب بلا ما بلا زيت بلا حتى شي حاجه، كيطيب على العافيه اللي كتكون مهيله. وكيجي الصراحه غزال، كيجي معلك، بصراحه كيجي صحي ما فيهش الزليدان، وكيجي غزال معسل. غادي نحاول انني نخلط هاد الشرموله، ونحاول انني ندوب داك السمن مع هاد التوابل هادو. شكرا لواحد المتتبعه اللي قالت لي السمن بلا ما تبقي ديريه في الثلاجه. شكرا غزاله الله يخطيك. انا صراحه كنت دائما كنديرو في الثلاجه، ملي شفت انا الوالده ديالي كديرو في الثلاجه، وانا صراحه ديما السمن كنديرو في هكا في قريعات وكنديرو في الثلاجه. شكرا يا حبيبه الله يخطيك. غادي نحاول انني نخلطو بهذا الشكل هذا، وصافي من بعد غادي نبقى نجيب اللحيمه ديالي ونشربها بمزيان. هاد الشرموله تقدروا تتركوها تخليوها حتى تشرب البنات واحد الساعه ولا 2 ساعات، عاد طيبوها. وتقدروا طيبوها مباشره، لكن من الاحسن خليوها واحد نص ساعه تشرب هاد الشرموله. هاد اللحم ماشي بحال المروزيه، يعني خليوها شويه وطيبوها. نحاول كنشرملها بهذا الشكل هذا، وكندخل فيه هذاك الشرموله مزيان. صراحه كيجي مزيون، انا متاكده اذا جربتوه غادي يعجبكم البنات هذه الطريقه.
وكيجي الصراحه ما فيهش ليدم، كيجي ناشف وكيجي بحال في الفران، كيجي غزال البنات. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل، خليكم معايا. بعد ما كنشرملو اللحم بهاد الطريقه هذه، انا خليته واحد الساعه لما كان البنات يترقد مزيان في هاد الشرموله هذه ديالو. تقدروا طيبوه كيف ما قلت لكم واخا مباشره، ماشي ضروري ان يعني غير من الاحسن يتشرب واخا غير داك نص ساعه ولا ساعه باش كيجي لذيذ كيتشرب داك الشرموله ديالو، حيت هو ما كيديش الوقت بزاف في الكوكوط، فقط غير نص ساعه. انا غنجيب الكوكوط وغندير اللحمه ديالي في الكوكوط، غنستفها في الكوكوط ديالي. وديما هاد اللحم هنا طيبوه على العافيه اللي كتكون البنات مهيله، يعني اكثر من الشمعه، مهيله بزاف. غادي نحاول نحط اللحم وكل طريف نلصقو مع طرف ديال اللحم هكا باش يطيبوا يعني مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. نحاولوا نكحزوهم بهذا الشكل هذا. والكميه على حسب نتوما تعملوا نص كيلو، كيلو، جوج طريفين، ثلاثه طريفات، يعني ماشي ضروري تعملوا هاد الكميه انا اللي درت. كيف ما قلت لكم انا غادي ندير على حساب 4 ديال الاشخاص. وغادي نسد بهاد السداده بهذا الشكل هذا الكوكوط، وغادي نعملها نسدها طبعا الصفاره. غادي نسمعها كتصفر حتى نسمعها كتصفر، ونحسبوا لها نص ساعه، نص ساعه ونفتحوا عليها نشوفوها. اذا كان طاب شفتوه صافي تعسل، صافي راه طاب. اذا شفتوا مازال فيها الماء غترجعوها عاوتينا وتسدوا عليها الغطايه ديالها الكوكوط وترجعوها طيب. عاوتاني تخليوها واحد 4 ساعات عاد تفتحوا عليها. دائما انا كان نص ساعه كنفتح عليها، ولكن نص ساعه ماشي مباشره، حتى كتبدا كتصفر عاد كنحسبوا لها نص ساعه. كنديروها للعافيه اللي كتكون مهيله وحتى كتبدا تصفر، وحسبي نص ساعه وبقيت تحركي مره الكوكوط. هنا البنات غادي نحضر معكم واحد البطاطا كنديرها الصراحه دائما كنقدمها هكا مع الحوت. هكا يعني اللي كنت دايره شي غديوه هكا سهله خفيفه، اولا مع الكفته، بزاف د الحاجات. كنقشر بطاطا وكنقطعها على جوج بهذا الشكل هذا. من بعد كل وحده كنقطعها على 3 ولا على 4. كندخلها كنسلقها غير 10 دقائق وكندخلها للفران غير نص سلقه. خصها تبقى ماشي مسلوقه بزاف باش ما تهرلكمش، باش ملي تشرملوها ما تهرش. وكيف ما كنعرفوا الوليدات كتعجبهم بزاف بطاطا مقليه. وهادشي علاش زعما تعاودوا لهم بطاطا مقليه بهاد البطاطا هذه. صراحه كتجي غزاله حتى هي مزيونه، ومني كتسلق كتجي حسن مني كتدخلوها مباشره الفران. انا عندي واحد الطريقه اللي كندخلها الفران بالقشور ديالها مباشره، ولكن صراحه الطريقه كتعجبني اكثر، كنفضلها وكنقدمها بزاف. كنعملها هكا في العشاء شي حاجه خفيفه، كنكون دايرها هكا الروز ولا شي حاجه، وكنزيد معاه دائما هاد البطاطا. كتقطعوها بهذا الشكل الا كانت عندكم بطاطا كبيره راه كتقطعوها على 4 الاجزاء، اذا كانت عندكم صغيره فقط غير 3 ديال الاجزاء بهذا الشكل هذا. كنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كنكمل البطاطات اللي عندي. غادي نستغل الفرصه وغادي نجاوب واحد الاخت اللي سولتني في الفيديو اللي داز، قالت لي ملي كتشري الحليب غبره حبيبه كنشريه من ميركادونا. ان شاء الله غادي نصوروا لك اذا مشيت. هنا من بعد ما ساليت تقطع البطاطا غادي نصفيها من الماء ديالها وصافي. غادي نضيفها لهاد الطنجره هذه اللي كيكون فيها الماء. درت فيها الماء وغادي ندير فيها بطاطا كتسلق. ما تسخنوش الماء عاد ديروا بطاطا مباشره، عملوا بطاطا في الماء اللي كيكون بارد. غنضيف البطاطا ديالي فقط، انا قلت لكم كنحسب لها غير واحد 10 دقائق ما كاملاش وكنطفي، حيت اذا هرت لكم بطاطا وطابت لكم بزاف ملي غتجيو تشرملوها غتهرس لكم، وحنا ما خصناش يتهرس، تبقى هكاك يعني فقط ما تخليوهاش يطيب بزاف، رجعوا للبال. صافي غادي نترك لها تسلق
ورجع معاكم. هنا الغزالات غادي نحضروا الشرموله اللي غنشرملو فيها بطاطا. عملت 3 ديال الدروس ديال الثومه محكوكين. غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال المعدنوس. بالنسبه للثومه تقدروا تستعملوا حتى الثومه غبره احسن، انا متوفرش عندي في المنزل. دائما كنقول لكم اللي متوفر عندكم ما تجهدوش راسكم، اي حاجه متوفره عندكم. راه حتى انا ملي كيكون العراضه ملي كتكون يعني الحاجه كطيبيها لدارك، راه لدارك كتقضي باي حاجه، ماشي اي حاجه كتكون متوفره، يعني يكون نهار ونهارو. هنا معلقه صغيره د الخرقوم، نصف معلقه صغيره د القزبور يابس. ما بغاش يهود ديال القزبور يابس، واقيلا برد مع هاد البروده تعكست. المهم معلقه صغيره البنات كندير، كتعطي واحد المذاق غزال هاد القزبور اليابس لهاد التتبيله. وغادي نضيف معلقه صغيره عامره ديال التحميره ولا البابريكا، حتى هي عاوتاني ما بغاش تهود مال هاد التوابل اليوم. معلقه صغيره البنات ما عرفتهم مالهم معايا وراس معلقه صغيره ديال الابزار. وكندير معلقه صغيره ديال الكمون. كندير معلقه شويه معلقه هكا صغيره ديال الزعتر، كنحكو هكا في يديا، كيعطي واحد البنه غزاله. وتقدروا تستعملوا اي اعشاب منسمه عندكم. وغادي نضيفوا الملح حتى هو. بالنسبه للملح يعني كنقول لكم دائما على حسب الذوق البنات. انا درت هنا معلقه صغيره د الملحه. وغادي نعمل الخردل اولا لا مورطار معلقه كبيره. حتى هو كيعطي واحد المذاق غزال البنات لهاد التتبيله هذه. وكنضيف 3 المعالق كبار د زيت الزيتون. 3 المعالق، انا كنضيف 3 المعالق د زيت الزيتون باش كنخلط هاد التوابل. تقدروا تستعملوا الزيت العاديه، ولكن من الاحسن تكون زيت الزيتون اذا متوفره عندكم طبعا. وغادي نخلط الكل وغادي نخليها على جانب. هكذا اي حاجه البنات توجدوها من قبل باش كيسهل عليكم اي حاجه توجدوها وكتهنوا منها. ونوجدها ونخليها حتى تطلق بطاطا ونشرم البطاطا ديالي. هي بطاطا البنات من بعد ما كيغلي الماء كنحسب له 5 دقائق وكنطفي. صافي غنطفي دابا. ما تدوزولهاش الوقت ديالها بزاف باش ما كتهرى لكمش ملي كتبلوها. البنات من بعد ما كنصفي بطاطا وجدنا الشرموله طبعا. غادي نحاول انني ننزل البطاطا، نخوي البطاطا على هاد الشرموله وغير شويه بشويه. انا راه ما دوزش فيها الطياب، يعني فقط غير من بعد ما كيغلى الماء 5 دقائق كنطفي عليها. انا ما كان صراحه ما كتهرسليش، يعني كنحاول انني نراقبها في السلق، ما كندوش فيها السليق ديالها بزاف، حيتاش اذا سلقتوها بزاف غادي كلها غتهرس لكم. يعني غير نص سلقه تبقى يعني هكا شاده في راسها. غادي نحاول نخلطها هكا جيدا حتى نشربها جيدا هاد الشرموله هذه، حتى نخلطوها كامله. نشرملها مزيان وكنخليها على جانب. كيف ما كتسمعوا الكوكوط كتصفر، من بعد ما كنسمع صافي صفرت كنحسب لها نصف ساعه وكنفتح عليها. اذا كان مازال فيها الماء طبعا كترجعوها كتسدوا عليها من جديد وتخليوها طيب عاوتاني واحد ربع ساعه عاد كتفتحوا عليها. المهم كيف ما كتشوفوا هي كتصفر، انا عملت لها العافيه اللي كتكون مهيله كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نخليها كطيب. هنايا كنوضع البطاطا ديالي في لاطه ديال الفرن اللي عامله لها داك الورق ديال الزبده. وماشي بالضروري يكون عندكم، فقط اخواتي دهنوا اللاطه غير بالزيت ولا بالزبيده وصافي، وستفوا البطاطا ديالكم على هذا الشكل هذا. حاولوا انكم ديروا داك الاعشاب وداك الشرموله فوقها ودخلوها الفرن. صراحه هاد البطاطا البنات كتجي غزاله غزاله صحيه، ما عندي ما نقول صراحه من داكشي كتجي. كنقدمها مع الكفته مع الحوت مع الطواجن هكا الحوت في الفران. صراحه دائما كنحاول انني نستعمل هذه وما نستعملش الفريت. وحتى ملي ديروا وليداتكم هكا لي ساندويتش الطاكوس اي حاجه قدموها لهم يعني معاها. ما تخافوش انها يعني ما فيهاش الزيت، صحيه غير في الفران. وبطاطا راها كيف ما كنعرفوا راها صحيه، غير خصنا نعرفوا كيفاش نطيبوها وصافي. ما نكروش ان صراحه كتعجبنا بطاطا فريت، ولكن نحاولوا نقلوها. هنايا غادي نوجد في هذه الاثناء سلطه بعد ما دخلت البطاطا ديالي الفران. سلطه ساهله. هنا عندي الخس، نص ديال الخس و3 ديال الجزرات و2 ديال الخيارات. هاد السلطه البنات سهله صحيه بالخضر
ومنعشه. انا ملي كتكون الصيف دائما كنوجدها وندخلها للثلاجه كتبرد، كتجي غزاله مع الفواكه السيكوس الجافه. ملي كتكون هكا البروده كنقدمها في ساعتها، في داك الوقيته ديالها كتبقى لي ديك نص ساعه باش نتغدى ولا ساعه، كنوجدها وكنحطها. هنا كلهم حكيتهم في الحكاكه الغليظه، والخس قطعته كيف ما كتلاحظوا. صافي كنوجدهم هكا. ملي كنكون كنخدم الشغل كندير لهم السلوفان وكننزلهم من بعد وكنكملهم. هنا غادي ندير لهم غير سكر فانيليا، وغادي نغطيه بالسلوفان، غادي نخليه حتى يطيب لي الغدا ديالي، وعاد ندوز نقدمهم في الطبيصلات اللي غنقدم فيهم هاد السلطه. صافي البنات وجدت كلشي طاب لي الغدا ديالي، وجدت هاد الزليفات هادو في البيض حتى نقدم فيهم السلطه. هنا غنفتح على اللحم نشوف واش طاب. ها هو البنات طاب اللحم غزال كيجي معسل. غادي نرجع نسد عليه باش ما يبردش على ما نقدم معكم نحضر معكم السلطه. البنات غادي نوضع الخس هو الاول اسفل في هذا الشكل هذا. تقدروا تقدموهم في زليفات، في كؤوس هكا لي فيغين اولا كؤوس هكا اللي كتعملوا فيهم فلان، ماشي ضروري انكم تعملوا هادو. غادي ندير الجزر، نوضع الجزر كطبقه ثانيه، وكنضيفوا فوق الجزر الفواكه الجافه السيكوس، اي فواكه عندكم متوفره، الزبيب، القرقاع، اللوز. انا غادي نستعمل فقط الزبيب حيت ما متوفرش عندي شي حاجه اخرى. كنت درت واحد الكيكه بالفواكه الجافه وما بقاوليش يعني درتهم فيها. كيف ما قلت لكم دائما اي حاجه نديروا الحاجه اللي عندنا متوفره في المنزل ديالنا، ماشي دائما كتكون الحاجه موجوده. هنا غادي نضيف الخيار الخيار كطبقه ثالثه. صراحه كتجي هاد السلطه غزاله البنات، جربوها. وحتى الوليدات اللي ما كيعجبهمش مثلا الخضر غتعجبهم، حيت كيكون فيها العصير. تقدروا تزيدوا فيها شي حاجه مثلا الفواكه السيكوس مفيده يعني للاطفال ولا الكبار، صراحه شي حاجه صحيه. غادي نضيف عليهم العصير ديال الحامض شويه بشويه، غادي نضيف عليها وصافي. غادي نقدم السلطه ديالي بهذا الشكل هذا، كتجي صراحه غزاله. وبالنسبه لهاد الخيزو اللي بقى لي هنايا ما غاديش نسيبو، غادي نخبعو ونزيدو هكا الرغيفات هكا معمرين ولا شي حاجه. الغزالات مازال ما نزلتش الغدا، فقط بغيت نشارك معكم. بزاف الاخوات كيقولوا لي شاركي معنا قبل ما تنزلي. بنات يعني طبله عاديه. وجدت اي حاجه، الكيسان د الماء، السلطه ديالي حطيتها، بقى لي غير بطاطا واللحم، حيت اللحم دغيا كيبرد رجعته يسخن شويه البنات. وهذه هي اللحيمه اللي وجدنا مع بعضياتنا، كتجي معسله البنات، معلكه غزاله، كتجي غزاله وهشيشه وما ميدمش البنات، ما تخافوش منها. هذه الفريت اللي حضرنا حتى هي صحيه في الفران، كتجي صراحه غزاله البنات، مقرمشه، كتجي بنينه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه. جربت بزاف ديال الطريقات ولكن هذه غزاله. هذه الطريقه، هذه السلطه ديالنا اللي حضرت حتى هي صحيه. ديروا فيها الفواكه الجافه، من احسن تكثروا فيها القرقاع، اللوز. الا ما متوفرش عندكم فقط ديروا بحالي. شكون عندها بحال هذا الكاس كنشرب فيه دائما الماء، كيحمقني صراحه البنات نشرب فيه الماء. اللي بحالي تخلي لي في التعاليق. البنات خليكم معايا، غادي نتغداو ونرجع لكم وندخلوا لذاك لاله كوزينه. عرفتوا مروونه، غسلت شويه ديال الدجاج، المهم تماره. خليكم معايا الغزالات، انا نرجع لكم.
الغزالات، انا رجعت لكم من جديد من بعد ما جمعت داك الكوزينه البنات تماره. كنت صورت لكم واحد الفيديو المقطع اخر ديال التنظيم، وصراحه مشى لي، بقاو لي غير هذوك اللي شاركت معاكم. مشى لي صحابني كتصور الكاميرا ولكن هي ما كانتش كتصور. وصافي البنات غادي نحضر هاد الكيكه. صراحه كتجي غزاله. كاس ديال السكر، كنحتاج كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت، جوج ديال البيضات والدقيق يعني الفرص والخميره والفاني. الخميره كنستعمل هذه، اذا كنتو كتستعملوا الحمراء استعملوا 3 ديال الخميرات حمر. كتجي صراحه صحيه هاد الكيكه، غزاله بالفواكه الجافه. هنا كنحتاجو جوج ديال التفاحات، وكنحتاجو واحد شويه د الكميه هكا من الزبيب. تقدروا تعوضوا الزبيب بالكركاع واي حاجه عندكم، كاوكاو. انا استعملت غير الزبيب واللوز ايفيلي. وغادي نحاول نزول هذا الشيء محدايا باش نحاول نخدم هاد الكيكه ديالي. بالنسبه للتفاح غادي تقشروه وتحكوه في الحكاكه الغليظه. هادوك فقط يعني كيبقى حتى الفوق الكيكه، ما غنحتاجوش دابا. في هذا الاناء غادي نحاول نمسح الحليب طاح لي شويه. هنا في واحد الاناء كنضيف جوج ديال البيضات. دائما البيض البنات يكون بحراره المطبخ. الا بغيتوا تحضروا به الكيك، الجينواز، اي طارت، اي حاجه، يكون البيض بحراره المطبخ. اذا ما مثلا ما خرجتوش، نسيتوه في الثلاجه، جبدوه وعملوا عليه شويه ديال الماء طايب، غير شويه، وزولوه باش ماشي تخليوه مثلا بزاف داك الماء طايب باش يطيب، غير شويه يعني مثلا غير دفيوه، خليوه في داك الماء غير واحد شويه وزولوه باش كيدفى. حيت ضروري خص يكون البيض بحراره المطبخ باش كتصدق لكم الحاجه. هنا غنضيف كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلط الكل حتى كيذوب لي شويه السنيده. وغنضيف حتى الفاني، سكر فانيليا في هذه المرحله باش كنخلط كلشي مع بعضياته حتى كيذوبوا. كتبقاي تخلطي بالضرب الكهربائي البيض مع السكر بحال اللي كنطيبوا الكيكه العاديه. راه دابا كلشي كيعرف تبارك الله يطيب الكيكه. فقط نعطيكم غير هاد الطريقه هذه ديالي. غنضيف نصف كاس من الزيت، وغادي نخلط الكل حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. كيف ما شفتوا بقيت كنخلط السكر مع البيض حتى كيتضاعف لي الحجم ديالهم، حتى كيصبح على شكل ابيض بهذا الشكل هذا. شي حاجه طاحت لي تما. غادي نضيف قبيصه الملحه. دائما ضيفوا قبيصه الملحه في اي حاجه، في الكيك، في الخبز، المهم في الكيك، في الطارت، في الجينواز، المهم اي حاجه كنتو غتعملوها. في الحلوه يعني في الحلوه كواز اتاي ديروا قبيصه المليحه. غادي نضيف كاس ديال الحليب عامر. الحليب اليوم غير كيتزهرق، المهم الخير ان شاء الله. غادي نخلط الكاس ديال الحليب ونخلط الكل بهذا الشكل هذا. المرحله الاخيره اللي كتبقى لنا ديال الدقيق دائما يكون منخول. انا هاد الدقيق عندي منخول ديجا، وغادي نعاود نغربلو المره الثانيه. نحاول يعني انا كنخلط الكيكه وانا كنغربلو باش كتجيني الكيكه من الداخل ماشي مدقسه، كتجيني مفشفشه وهشيشه، ما كتجيش مدقسه صراحه من الداخل، كتجي غزاله. دائما اي حاجه كنتو غتحضروها، لا طاغط ولا اي حاجه، حاولوا انكم تنخلوا الدقيق ضروري البنات. انا كنضيف الدقيق وانا كنخلط بالطراب اليدوي عيني وميزاني، وانا كنشوف شحال الكيكه تهز لي الدقيق. دائما واخا نقول لكم مثلا 2 كيسان ديال الدقيق، كتبقى البنات عينكم ميزانكم، حيت الكيكه او لا اي حاجه يعني الدقيق كل دقيق وكيفاش. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. غادي نبقى هكا بهاد الطريقه هذه كنغربل الدقيق. انا عندي مغربل ديجا مغربلاه في داك الطاسه، ولكن كنعاود نغربلو باش كتجي الكيكه مفشفشه من الداخل وهشيشه. حاولوا دائما الحاجه تغربلو وتعاودوا باش كتجي الحاجه مزيانه. لو جينواز من احسن تغربلو الدقيق ديالها 2 حتى 3 المرات باش كتجيكم هشيشه. صافي غنبقى كنضيف الدقيق وانا كنخلط بهاد الطراب اليدوي، وانا كنشوف شحال غتهز لي الدقيق. المهم كيف ما قلت لكم تقريبا 2 كيسان ونصف ديال الدقيق. دائما عينكم ميزانكم. انا في الكيكه نعمل هنا 1 معلقه صغيره ديال الخل باش كيتنفخ وكيجي هشيش من الداخل الكيك. دائما الكيكه كنكتب فيها 8. اذا تكتبت لي 8 وبقات مكتوبه هكا يعني مزيانه،
يعني يعني الكيك كيكون واجد. اذا بقى خفيف يعني صافي راه مازال موجود. هنا نحاول نغربل الخميره ديال الحلويات حتى هي كتغربلوها. اذا كنتو غتستعملوا الخميره الحمراء استعملوا 3 ديال الخمارات. هنا غادي نغربلها حتى هي. شحال من الاخوات كيقول لك لا الخميره بلا ما نغربلوها، لا ضروري ان حتى الخميره الحلويات تغربل حتى هي كيكون فيها كويرات، كيكون فيها باش الكيكه تجيكم مزيانه. صافي كنخلطوا بهذا الشكل هذا حتى كينسجموا لنا العناصر كامله مع بعضياتها، ما كيبقاولناش كويرات يعني ديال الدقيق في الاناء. كنحاولوا نخلطوا جيدا. وتقدروا تعملوا هذا الخليط في الطراب الكهربائي تخلطوه. هنايا في واحد لاطه ديال الكيك دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق، وغادي نطلع الاناء ديالي الفوق وغادي نخويه من الاعلى، وانا كنخويه بهذا الشكل هذا. هنايا حكيت داك جوج ديال التفاحات في الحكاكه الغليظه، غادي نضيف لهم شاسي ديال الفاني اللي تبقى لي باش كيجي بنين هاد التفاح. وكنضيف حتى 2 معالق كبار ديال السكر سنيده باش كيعطيها واحد المذاق رائع، واحد البنه. هنا غنضيف اللوز ايفيلي اللي ديجا محمره في الفران، وغادي نضيف الزبيب. هنايا في هذه المرحله كيف ما قلت لكم تقدروا تضيفوا الكركاع، اللوز، اي حاجه، تمر. صراحه صحيه هاد الكيكه، تقدروا تعطيوها وليداتكم المدرسه في الصباح. الا جاو من المدرسه مثلا تعطيوها لهم مع كويس الحليب. الصراحه صحيه ما تخافوش منها. دائما نحاولوا الوليدات الصغار ندخلوا لهم في الكيك، في لي كاب كيك، في اي حاجه ديالهم بحال هاد الحويجات اللي كيكونوا صحيين. من الاحسن تضيفوا فيها حتى حتى عفوا التمر، بزاف د الحاجات، الكركاع. يعني انا ما كانش متوفر عندي حاليا الفواكه اخرى، فقط كان متوفر عندي هاد اللوز ايفيلي والزبيب. كنخلط الكل بهاد الطريقه، وكنجيب الكيك وكنحاول انني نستف عليها بهذا الشكل هذا. هاد الحشوه ديال التفاح ضروري الكيك يكون يعني دقيقه شويه، ما يكونش خفيف بحال اللي شفتوا معايا، باش التفاح ما يهودناش يعني في وسط الكيك، يبقى لنا من الاعلى. كنبقى نستف بهذا الشكل هذا وانا ماشيه مع المول حتى كنكمل بهذا الشكل هذا. غير بشويه البنات حاولوا انكم تهودوا يديكم غير بشويه، وانتم واخا حتى لا دخل اصلا التفاح داخل الكيك كيجي معلك، كيجي مزيون بحال شي كريمه. ملي كيطيب التفاح كيجي بحال شي كريمه. اذا مثلا هود لكم شي حاجه ديال التفاح مع هاد الحشوه كتجي الكيكه غزاله، كتجي الكيكه عامره بالتفاح والزبيب وداك التفاح كيرجع بحال شي كريم. دابا غادي نرش عليهم القرفه يعني غادي نحاول نرش غير خفيف هكا رشيشه القرفه باش كتجي الصراحه معسله هاد الكيكه. وكندخلوها للفران. هذه هي الكيكه البنات اللي كنحضروها مع بعضياتنا، كتجي الصراحه منفوخه، كتجي غزاله. غادي نحاول نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل ديالها كيفاش كتجي صراحه رطبه هشيشه غزاله البنات وصحيه. تقدموها هكا ديروها لوليداتكم في الصباح المدرسه، كتعجبني. وكاينه واحد الطريقه كنعمرها بالكريمه حتى هي كتجي غزاله. ان شاء الله نشارك معكم الطريقه كيف ما شفتوا البنات. انهزها شوفوا كتجي صراحه غزاله من الداخل ديالها. البنات غنتعشاو بكويس اتاي وهاد الكيكه. اليوم ما غنديرش العشاء حيت غدينا معطلين شويه وباقيين شبعانين. شكرا على الاخوات اللي كيرسلوا لي دائما وصفات ديالهم التطبيقات على الانستغرام. شكرا لكم على الثقه ديالكم اللي خطيكم عليا. وما تنساوش اخواتي اذا عجبكم الفيديو لاول مره كتشاهد القناه ديال عالم شيماء ما تنساش انها تشارك معايا باش يوصلها كل ما هو جديد من وصفاتي وروتيناتي ان شاء الله. كنتمنى انكم تشجعوني وتزيدوا تشجعوني وتبارطاجيو الوصفات ديالي او الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء والحباب ديالكم باش كتعوم الفائده. وخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم اللي كتهمني دائما. احبكم في الله جميعا. بسلامه عليكم الغزالات، الى فيديوهات قادمه ان شاء الله. بسلامه.